هلا حبايبي كيفكم؟ أخباركم؟ كيفكم؟ كيف طيبين؟ رمضان سعيد على الجميع. وكما العادة أنا بطبخ، أكيد خليني أصور معاكم طريقة فوتوتشيني بس على طريقتي يعني. مش عارفة أسوي فكرة محتارة. أخذت الشيك ما أعرف أسوي إلا الفوتوتشيني لأنه عن جد أكلة سريعة وسهلة ومش متعبة يعني. بعدين دسمة يعني كمان دسمة كتير يعني والأطفال بيحبوها. كيف ما تشوفوا بتصير زبدة قبل ما أطلع تسخينات كويس. وبعدين جبت كتير الجاز حطيتهم زي ما انتم بتشوفوا قطع صغيرة ناعمة زي هيك وحمصتهم مع الزبدة. وعلى فكرة يعني كل ما بتكون القطع صغيرة يعني ما بتاخد وقت كتير، يعني تكون القطع صغيرة ما بتاخد وقت كبير بالتحميص يعني ما بتطول معك. هون بحط عليها شوية بهارات فلفل أسود، ملح، بهار سبع أشكال من النوعة، وبضل أقلب فيها على رفقها. هي البهارات يفضل ما تكون كثيرة بس أنا ضروري بحب أحط البهارات يعني أي إشي وماجي. بس عن جد طلعت كتير طيبة وكتير زاكية. وهون احنا بنقلب الدجاج مع شوية البهارات. هون بدي ايش اطلع الدجاج اصفيه من المقلاة بعد ما صار جاهز معي. بدي اطلع اصفيه من المقلاة مثل ما بتشوفوا هيك يعني. ما اخذت معي الاستواء اكتر من 10 دقايق يعني. وهاد الزبدة اللي بالمقلاة بطبيعة الحال انا ما راح اسيبها، راح اخليها يعني شفتوها زي هيك. اخليها حجيب نص بصل ناعم واحطه على الخليط نفسه الزبدة والبهارات اللي كانت. انا ما حبيت يعني اغير هيك المقلاة لانه فيها تتبيلة فيها زبدة فيها كده حتطلع نكهتها كمان حسنة. ايوه عليكم هيك. بعد ما تبلتها بخليها تتبل براحتها البصل. هون وانا بصور ضروري يطلع لك اشي اكشن ضروري. هون باخد طنجرة على جنب بحط عليها حبة ماجي. الماجي بعشقه يا جماعة، بعشقه. حطيت الماجي وبحط عليها شوية ملح زي ما بتشوفوا نسبة زيت وبخليها ايش تغلي المية مزبوط. طبيعة الحال انتوا هتتفاجئوا من المعكرونة اللي حطيت انا. هي مش معكرونة فوتوتشيني، هي معكرونة اجبر خاطرك يعني. اسمعوا يا جماعة، انا من النوع يعني بدبرها يعني. مثلا جيت اعمل الطبخة وما لقيت هاي الشغلة مش بقول خلص لا انسي الموضوع يا سناء وخلينا نعمل طبخة تانية. لا خلص ما لقيتش هاي بمشي هاي يعني. مش انه لا خلص بدي المكونات لا. وبعدين يا جماعة نكون واقعيين يعني. نكون واقعيين. مكرونة الفوتوتشيني نفسها سعرها كتير غالي يعني. معظم الناس بتقول لك عوض انا ما اجيبها واجيب لي كيس ولا كيسين وما بتكفي، لا بستخدم مكرونة تانية. وصدقوني كمان طلعت طيبة كتير يعني. ما في فرق. هذه مكرونة طويلة وعريضة وهاي مكرونة صغيرة وكيوتة ومؤدبة وما أحلاها يعني. بتقدر انك تمشي امورك، مش ضروري انه الا مكرونة الفوتوتشيني، بتقدر تمشي حالك. هون بحط البصل والدجاج لانه المقلة هذيك زي ما شفتوا انتوا لزق فيها البهارات. هون بجيب طنجرة نظيفة بحط فيها كريمة الطبخ. هاي كريمة الطبخ وبضل احرك فيها شوي لما تطرى معي لانه كانت بالثلاجة زي ما شفتوا انتوا قاسية. بضل احرك فيها شوي لما تطرى معي. وعن جد يا جماعة الخير الإنسان هو اللي يدبر أموره بالمطبخ. مش ضروري هاي موجودة نعملها هاي مش موجودة ما نعملها. لا في بديل وفي بديل بيكون أذكى وأسهل وأطيب وأوفر كمان يعني. مهم أنا لاني طباخة ولا إشي، انتوا عارفين اللي بطبخه بشاركه معاكم. بس حبيت أشارك معاكم فوتوتشيني المغرب. فوتوتشيني المغرب مش فوتوتشيني إيطالي ولا لا فوتوتشيني المغرب، معكرونة المغرب.
هون بجيب من المي اللي سلقت فيها المعكرونة وبحطها على الكريمة زي ما انتم شايفين. بجيب من المي اللي سلقت فيها وبحطها على الكريمة وبحركها زي هيك لما ايش تتقل معي شوي الكريمة وتصير يخنتها. يعني شوفوا يا جماعة، لأنه بعد ما تستوي عن جد عن جد بعد ما تستوي بتصير كتير تقيلة، يعني بتصير كده. يفضل الكريمة تضل خفيفة، يفضل الكريمة تضل خفيفة، لأنه مجرد ما بتطفي عليها الطنجرة وتسكري عليه وتخلصي بتصير تقيلة كتير. يفضل تضل زي هيك، وصدقوني هيك وبعد نص ساعة بتصير تقيلة، يعني يفضل أخف كمان من هيك. وهاي طبقنا صار جاهز، طلعوا يا جماعة الخير. هون أنا ما إنه قرب يأذن عندي صدقا يا جماعة، قرب يأذن. مع السريع بس حطيت جبنة الموزاريلا وكانت بتشهي